طبعًا مديرية الزراعة متمثلة بإدارة الصحة والإنتاج الحيواني تطلق حملة ضد مرض الحمى القلاعية الخاصة بالأبقار. طبعًا مرض الحمى القلاعية عبارة عن مرض فيروسي شديد الخطورة، يتميز بأعراض حمى عالية ووجود بثرات على الفم والأرجل الضرع عند الأبقار الحمى. طبعًا مديرية الزراعة تقوم بتخصيص هذه اللقاحات لجميع المربين في أرض المحافظة، والتي تستهدف 22,000 رأس من الأبقار. تواصلنا مع الوزارة ومديرية الصحة الحيوانية بالشام من شان تأمين لقاح للحمى القلاعية، وتم تزويدنا ب 22,000 جرعة. رح نقوم بتحصين أبقار المحافظة، فقط الأبقار لأنه ما في عدد كافي لتحصين الأغنام. اللقاح الجاي هو لقاح تركي باستيراد وزارة الزراعة السورية. هذا اللقاح بيحتوي على العترة سات واحد اللي مشتبه انه هي اللي عم تصيب، اللي صابت بالعراق واللي عم تصيب هلق بمناطق معينة بسوريا، وخشية انه تفوت لعنا لهون. اللقاح بيحتوي الاربع عترات القديمة اللي كانت باللقاح الروسي، بالاضافة للسات واحد اللي هلق متوقعين انه تكون هي الاصابة منه.